هنشرح البنطلون الكلاسيك. البنطلون الكلاسيك اول حاجه الكمر الخارجي، الطول الخارجي للبنطلون، الجزء ده اسمه الطول الداخلي للبنطلون. هنعمل بنستين من الامام وبنستين من الخلف، المسافه دي اسمها طول الحجر. ايه هي المقاسات المطلوبه؟ طول البنطلون، محيط الوسط، طول الحجر، دوران الفخذ، وسع الرجل من اسفل. وسع الرجل من اسفل بيكون في البنطلون العادي 18، احنا عاملينه في البنطلون ده 24 عشان عايزينه واسع شويه. خلاص. الخامة المستخدمة هنا روزالين. كمية القماش المطلوبة متر وربع. أول خطوة عملتها إن أنا قست الطول الكلي للبنطلون زائد 2 سنتي. تانية تاني خطوة سبت 5 سنتي احتياطي البروفة. تالت خطوة قست 20 سنتي وعلمتها بالريجة علشان يطلع المنحنى بتاع الجنب. علمنا لحد 20 بس، وبعد كده جبنا المسطرة الطويلة واحنا علمنا بيها الطول الكلي للبنطلون، يعني من بعد ال20 لحد هنا دي بالمسطرة الطويلة. خلصنا، رحنا رسمنا ربع الوسط زائد 3 سم عشان نعمل البنس. المسافة دي ربع الوسط زائد 3. بعد كده طول الحجر. طول الحجر بيتاخد زي ما هو، ما بنقسموش على 2 ولا بنزود عليه اي حاجة، زي ما بناخده في المقاس بنحطه. وبعدين بنرسم زاوية قائمة. اسقطت خط وهمي وخدت على الخط ده نص دوران الفخذ، وهنا خدت 3 سم احتياطي للبروفة. عمق البنسة بقى، عمق البنسة في السيدة الرفيعة بدخل 10، في السيدة المتوسطة 11، في السيدة السمينة 12. هنا المقاسات دي سيدة متوسطة، فدخلت المسافة من هنا لحد هنا 11، وطول البنسة 11، 1.5 يمين 1.5 شمال. ودلوقتي هبتدي ان انا اقص البنطلون بتاعي على طول. ال5 سم دي انا سايباها، لكن عادي جدا لو احنا شلنا منها شويه علشان احنا مش عايزين شكل البورسول من جوه. شكل البورسول بيكون مشرشب، فانا عامله حسابي ان انا هشيله وهنعمل مكانه اوفر، لان الاوفر بيبقى شكله انضف في التشطيب. ال5 سم انا مش بسيبها كلها، انا باخد منها 2 سم واشيل الباقي علشان اساوي القماش وعلشان اشيل البورسول خالص. يبقى دي اول خطوه اهو، قصيت من الجنب خط الجنب. بعد كده وسع رجل البنطلون من اسفل، اللي هي المسافه دي خدناها 24، ودي 3 سم احتياطي. بعد كده بقص طول الحجر. كده انا طلعت الاثنين الاماميين للبنطلون. لسه ما خلصتش البنطلون، يعني دول كده الاثنين الاماميين، لسه في باقي الاثنين الخلفيين. عشان اطلع الاثنين الخلفيين بعمل تعشيق للقماش. يعني ايه تعشيق؟ يعني استفيد من المساحه بتاعه القماش. دلوقتي المساحه دي قليله والمساحه دي كتيره، يبقى هعمل كده واروح واخده الكتير الجنب ده، شد القماش عليا بقى واظبط هنا وسع الرجل مظبوط 4 خطوات. كده القماش بتاعي مظبوط. لازم اسيب مساحه هنا 3 سم. ماشي كده احنا عملنا تعشيق للقماش علشان استفيد بايه اقصى مساحه عندي. هبتدي اشف كل حاجه، يعني وانا برسم كده هشف كل حاجه انا رسماها في البنطلون. بعد ما اشفها اروح مزوده عليها الزيادات بتاعتي. الاول هشف الاساسيات، يعني هنا كده خلاص ده احنا كده شفينا كل الخطوط الخارجيه. هنا كمان شفيت كله. هبتدي بقى هزود كام؟ هزود من فوق 5 سم، يعني هزود هنا كده 5 سم، هقيسها بالمزورة 5 سم كده. بس لما اجي انتهي على مفيش
وهنا بزود 3 سنتي، وزي ما كنت رسماها بالريجة هنرسم برضو بالريجة الطول الداخلي للبنطلون. وهرسم خط مستقيم كده، يبقى الاتنين الخلفيين مختلفين عن الاتنين الاماميين. الاتنين الخلفيين في زيادة هنا 5 منتهية على مفيش، وفي هنا 3 سنتي لحد اخر رجل البنطلون. بعد كده هقص. وانا بقص زي ما احنا متعودين ان انا ايد بتسند وايد بتقص، عشان محاولش ارفع القماش لفوق قوي، لان رفعة القماش لفوق بتخلي الطبقات تختلف عن بعضها. ده القماش طبعا اللي انا هطلع منه الكمر، واحنا هنعمل الكمر خارجي، يعني هنستهلك منه 10 سنتي. وبعد كده بقينا اخر حاجه في القص اللي هي القص بتاع الطول الخارجي، بس اخر خطوه في القص. تمام كده عندي 4 طبقات، طبقتين اماميين مدبساهم كده وواضحين قدامي، وكده عندي 2 خلفيين. الامامي لازم اكتب حرف الالف كده، عايزه ان انا اكتب حرف الالف، والخلفي بكتب حرف الخاء، بحيث ان انا لما اجي اجمع باخد واحد من الامامي مع واحد من الخلفي وبجمع، والتاني واحد من الامامي واحد من الخلفي. اخر حاجه بركب الكمر.